السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما كده يا رب. النهارده بقى ان شاء الله هعمل معاكم الجمبري بطريقة سهلة وبسيطة وبمكونات موجودة عندنا في البيت، واوفر بكتير من اللي بيتباع بره، وانضف كمان. زي ما انتم شايفينه كده شكله يفتح النفس اهوت، وجميل، ومن بره كده كريسبي ومن جوه طري. يا رب يعجبكم بقى الطريقة اللي هنعملها بقى النهارده. بس قبل بقى ما نبدأ الفيديو، ياريت تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم مني كل جديد. ولو عجبكم بقى الفيديو متنسونيش في لايك كده وفي كومنت كده حلو. تعالوا بقى كده بينا نصلي على الرسول ونذكر الله ونسمي بسم الله، ونشوف هنعمل الجمبري دوت ازاي. انا بقى جبت الجمبري، اول حاجة جبته وقشرته وغسلته كويس وصفيته بالمصفى. وهنا بقى معانا ملح بكمون وكزبرة ناشفة وكمون وكركم وبابريكا وفلفل، وهنا دقيق، وايه تاني، اللهم صل على النبي، والثوم. هنا اول حاجه ضفتها هنا الثوم، وعليه الفلفل الاخضر، وممكن تضيفوا بردك فلفل احمر او عود خضره. هنا بقى ضفت الملح بكمون، وعليه شويه كزبره ناشفه وشويه كمون، وبردك هنقلب بقى كل دوت مع بعضه كده، ندق كويس في الصلايه اهوت لحد ما ينعم، عشان دوت التتبيله اللي احنا هنتبل بيها الجمبري. زي ما انتم شايفين بقى كده هقلب بقى كل هوت على جمبري دوت، يعني جمبري يعني مش جامبو، يعني دوت اللي هو الصغير بس. زي ما انتم شفتوا كده كان نفش وكان حلو برده. هعصر بردك عليه نص ليمونة في التتبيلة بتاعته. هو لازم يتبل قبل منها بفترة، قبل ما انا مقليه، عشان يبقى نفسه حلو كده في القلية وطعمه حلو. هنقلب بقى كل التتبيلة كده في قلب الجمبري علشان يتبل منها ويبقى نفسه حلو كده واحنا بناكله. على بقى ما الجمبري بتاعنا يتبل شوية، هنعمل بقى الخلطة اللي احنا هنعمل بيها الجمبري ده. هنا بقى معايا الدقيق اهوت، هنقسمه نصين او على حسب بقى كمية الجمبري اللي عندكم. هنضيف بقى عليها هيت المكونات التانية، هيت البهارات اللي كانت فايدة معانا، البابريكا والكركم. الكركم على فكرة يعني بيديله نفس حلو بردك، وبيصفره وبيخليه طعمه حلو. وبردك حطيت له الملح والكمون والكزبرة. هنزل بقى بالمية كده لحد ما اخليه معايا خليط كده ناعم. بقلب كل المكونات اهي في بعضيها زي ما انتوا شايفين كده بالشكل دوت. هتعوز بردك يعني شوية مية صغيرين كده ضفناهم عليها هي كده، هون بقى معايا مظبوط اهوت، مش عايز مية تاني. هنا بقى حطيت الجمبري اهوت على العجين اللي احنا عملناه دون، عشان ديت المرحلة التانية هيت اللي بتخلي معايا الجمبري يبقى مفمنوش كده زي ما انتوا شايفين، وما يكشش واحنا بنقليه. الطريقة ديت احلى من اللي هو بيتقلي بالفيجيتار. لما بتقليه بالفيجيتار بيخس، ما بيبقاش فنش زي ده كده.
هنا بقى هاجيب الجمبري اهوت، هضيفه بردك في شوية دقيق هنا. لو عايزونه يبقى مقرمش قوي ممكن تضيفوا للدقيق شوية نشا. هجيب بقى هنا المصفى وهنفض يعني كل الدقيق اللي في قلب الجمبري، عشان بس ما يتحرقش مني في قلب الطاسة بالزيت ويغير لون. بنعمل بقى كل الكمية دي يعني كده بيبقى جاهز هنا بقى للقلية، وما بياخدش بقى معانا وقت كتير في القلية. لازم يتنفض كده قوي من الدقيق. هنا بقى معانا الزيت على البوتاجاز اهو بقى كان سخن. هننزل بقى هو بالجمبري اللي احنا عملناه اهوت مع بعض، هتتفرجوا بقى على شكله في الاخر هتشوفوه عامل ازاي بقى. الطريقه دي بقى كده بتخليش الجمبري كش خالص، وما شاء الله كان طعمه والله كان جميل. وعملناه في السندوتشات كده وكان طعمه احلى من اللي بيتباع بره بكتير واوفر كمان. وزي ما انتم شايفين اهوت ما خدش معانا اي وقت خالص. جربوا بقى الطريقه ديت ان شاء الله تعجبكم. بدأ اهوت يستوي اهوت معايا. اول ما احس اللي هو يعني خد لون من تحت كده بقى بقلبه كويس، عشان ما ينفعش اقلبه هو طري، عشان الطبقه اللي عليه الخارجيه ديت ما تقعش في الزيت وما يبقاش عليه حاجه. يعني انا يعني مش معليه النار قوي بردك عليه، يعني مخليها متوسطه كده عشان ما يتشعفش. يعني اللي من بره يكون مستوي ومن جوه يكون مش مستوي. ما شاء الله زي ما انتم شايفين بقى كده اهوت كان خلاص قرب بقى يستوي معايا. هدوله تقلبتين كده بقى وخلاص، وهشيله من على البوتاجاز. هنا بقى كان خلاص بقى استوى، وكان مقرمش خالص والله العظيم كان طعمه كان تحفه كده. حطيته بقى هنا على سرفيس عليه خضرة، او على جرجير اي حاجة بقى بنحطه عليها، او على مناديل تتشرب. وبعد كده نحطه على خضرة. بس انا مكانش عندي بقى مناديل فحطيت على خضرة على طول. وخدنا بقى منه بالخضرة كده في قلب السندوتشات، وعملناه كان طعمه حلو. هنا بقى بعد ما خلصت بقى هي قليت الجمبري، شايفين ما شاء الله الطبق كان فيه شوية جمبري، عمل لي كمية قد ايه. جربوا بقى بالطريقة ديت مش هتسلوه على طول، هتعملوه بنفس الطريقة دي كده. يا رب بقى يكون فيديو النهارده عجبكم، واسيبكم بقى في رعاية الله وعنايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.